تعالي أقول لِك العلامات اللي لو ركزتِ فيها هتعرفي تلقطي موضوع النرجسي ده بدري أوي من أول مرحلة عصف الحب. أول علامة السرعة الجنونية، لأن النرجسي دايمًا مستعجل، مستعجل يعرفِك، مستعجل يكسبِك، مستعجل ياخد ثقتِك ويزرع نفسه في حياتِك، وهتلاقي إن ما فيش حاجة ماشية بشكل طبيعي، ما فيش حاجة طبيعية، يعني ما فيش وقت طبيعي للعلاقة، ما فيش مسافة، ما فيش تعرُّف هادي، وهتلاقيه بيقول كلام كبير أوي بس بسرعة أوي، زي مثلًا عمري ما ارتحت لحد كده، أنتِ مختلفة، أصل أنا حاسس إنِّك نُص التاني. وأنتِ أصلًا لسه ما تعرفيهوش ولا هو يعرفِك كويس ولا أنتِ تعرفي عنه حاجة، أنتِ من جواكِ هتحسي حتى باستغراب عن السرعة دي، فما تهمليش الإحساس ده لإن دي علامة مهمة. تاني علامة، الاهتمام اللي فوق الطبيعي، يعني هيسأل عليكِ طول اليوم، رسايل كتير طول اليوم، مكالمات كتير طول اليوم، وجود مبالغ فيه، وده مش حب، ده مش حب، ده تجهيز، يعني بيحاول يخلق اعتماد نفسي منِّك عليه علشان بعدين يعرف يسحب الاهتمام ده فجأة ويكسرِك. تالت علامة، إنه شايفِك مثالية بزيادة، يعني مش بس بيقبلِك وبيحبِك وبيحبِك في وقت قليل، ده كمان بيعبدِك، وخلّي بالِك ما تفرحيش بده، لإن ده مش مدح، ده طريقة بيعلّقِك بيه، لإنه بعد شوية نفس الشخص اللي رفعِك للسما هو اللي هينزّلِك للأرض ويبدأ يقلل منِّك. رابع علامة، بيشاركِك أسراره بسرعة، وبيحكي لِك قصة صعبة أو موقف مؤذي هو اتعرّض ليه، أو أي حاجة تعمل لِك تعاطف كبير معاه، ومش لإنها حقيقة لكن لإنها وسيلة بيربطِك بيها عاطفيًا. فركزي إن النرجسي بيظهر من الأول بس أنت ساعات بتسكتي لمجرد إن عصف الحب ده بيعمى عليكي. فركزي في السرعة، ركزي في المثالية أو في الاهتمام الغريب، وهتعرفي من بدري تحمي نفسك بدل ما تلاقي نفسك موجودة في علاقة كلها وجع وتعب.